تخيل نفسك تصحى الصبح وتلاقي نفسك قاعد جنب وزراء وقيادات جيش وفي اي بي كمان. ده اللي قررت اجربه النهارده في سلسله تجارب عباسيه بارت 3. واستنوا الاخر عشان اقول لكم تعملوا كده ازاي. الحوار كله بدا برساله مستعجله اما عادي الساعه 11. انا حرفيا بعت الداتا ونزلت على طول. كان المفروض البس فورمال بس الجو كان حر موت فقررت البس سيمي فورمال واتوكل على الله. بعد لف وسؤال وتوهان وصلنا اخيرا، بس المشكله كنت متاخر، واول ما دخلت لقيت نائب الوزير والقيادات لسه واصلين، وطبعا ما عرفتش اصور. بس الصدمه بجد ان الاماكن كانت خلصت وفجاه قالوا لنا انتوا تبع كوميونتي مهمه، اتفضلوا في اي بي. لقيت نفسي قاعد جنب وزراء وقيادات جيش ولواء اركان حرب، ومصيبه قاعد في اول صف كمان. اليوم كان مليان فقرات، استعراضات، قران، تضحيه وطنيه، وكلام عن التكنولوجيا للشباب، وكلمه من اللواء والنائب الوزير عشان الوزير اصلا ما جاش بعد كل ده. وفي الاخر تكريم اهالي الشهداء وذوي الهمم. وكان بصراحه يوم تقيل جدا من ناحيه الاحساس، بس في الاخر اتصورنا، اتثقفنا، اتبسطنا، اتعاملنا في اي بي ببلاش. ولو عايزين تعيشوا التجربه دي كل اللي عليكم ان تكونوا اشخاص مؤثرين وتنزلوا خدمات تطوعيه. ولو عارفين الشركه او الجروب اللي دخلني ايفنت ده اكتبوا في الكومنتات او ابعتوا لي وانا هبعت لكم. ما تنسوش الفولو عشان تجربه عباسيه جايه اقوى بكتير.